السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بإخواتي وحبايبي، يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في سعادة، يا رب تكونوا في أتم صحة. عايزة أقول لكم وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. قبل ما ابتدي الوصفة هنسمي الله ونصلي على رسول صلى الله عليه وسلم. بحب أشكركم جدا على كل اللي دخل في القناة جديد وكل اللي بيقول لي كلمة حلوة في الكومنتات. بجد بتفرحوني بالكلام الحلو ده قوي. واللي دخل جديد انت شرفتوا عيلتنا المتواضعة الصغيرة، وإن شاء الله هنكون مع بعضينا أحسن عيلة. نبتدي بقى بالوصفة. هنعمل النهاردة إن شاء الله الفراخ المشوية بطريقة سهلة جدا، ومكوناتها موجودة في كل بيت. وهقول لكم تكات حلوة قوي هتخلي الفراخ معاكي المشوية أحسن من المحلات كمان بتاعت بره. معايا بقى بصلتين كبار، ومعايا قوطة، ومعايا فلفل رومي وفلفل حار، ومعايا 6 فصوص توم. طبعا هغسل بقى الخضار بتاعي وهضربه في الكبة ضربة ايه يعني ناعمة خالص، هخليه ناعم خالص. طبعا قبل ما ابتدي في الخضار والكلام ده كله عندي الفرخة القمر بتاعتي، هغسلها كويس جدا وهنقعها واشطفها. طبعا يعني هخليها ايه فله شمعة منورة كده في النظافة، وهصفها كويس جدا تصفى معايا قبل ايه ما اعمل التتبيلة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. يبقى معايا زي ما قلت الخضار بتاعي هنضربه كويس جدا جدا في الكبة لحد ما اخليه ناعم قوي. هجيب بقى بولة، واحط فيها علبة زبادي كبيرة، و3 معالق كبار خل، وعصير 2 ليمونة. وهجيب معايا كيس خلطة المشاوي من السوبر ماركت، اي بقى ايه خلطة مشاوي تعجبك، اي شركة يعني. هجيب كيس وهضيفه كله، وهضيف عليه بقى ايه الخلطة اللي احنا ضربناها في الكبة الايه اللي هي البصل والثوم والفلفل الحامي والفلفل الرومي والطماطم. طبعا ضربنا الكلام ده كله كويس جدا. طبعا هضيف الخضار على الايه على الزبادي والليمون والخل، وهقلبه مع بعض كويس. وهنضيف بقى التوابل عبارة عن ايه؟ ده كيس خلطة المشاوي. تمام، هقلبه كويس جدا. وهضيف التوابل بقى عبارة عن فلفل اسود، ومعلقة صغيرة بهارات فراخ، او لو ما عندكيش بهارات فراخ ضيفي معلقة كاري. تمام، او 7 بهارات. وهضيف معلقة كبيرة ملح. الملح هنا ضروري تظبطيه، يعني ايه انت هتدوقي الملح هتلاقيه مظبوط، زوديه سنة كمان علشان الفراخ معاكي تطلع ملحها مظبوط، مش هتخافيش مش هتطلع حادقة. ظبطي الملح هتدوقيه طعم الملح مظبوط، زوديه كمان ربع معلقة كمان صغيرة. ليه؟ علشان الفراخ لما الخلطة لما بتدخل جواها جوه الفراخ نفسها بتاخد وقت شوية، فالفراخ هتطلع معاكي متبلة تتبيلتها حلوة، مش طعمها كده ايه مش مايع، مش طعمها مبقاش واضح في التتبيلة. فظبطي الملح معاكي هتطلع معاكي حلو قوي. طبعا هحط زيت على الخلطة او فوق الفراخ زيت، يعني زي ما تحبي، يا جوه الخلطة تحطي تضيفي زيت معلقتين كبار زيت، او فوق الفراخ نفسها. هجيب بقى الفرخة بتاعتنا الحلوة، هعمل لها فتحات في الصدر وفي كل حتة، يعني هفتحها تشققات كده كبيرة، ومن العظم كمان، يعني هخلي السكينة توصل لحد العظم علشان خاطر تشرب التتبيلة معايا كويس جدا زي ما انت شايفة كده معايا. هفتحها فتحات كويسة جدا لحد جوه، لحد اللحم بتاعي ما يبقى باين. ليه بعمل كده؟ عشان التتبيلة تشرب كويس جدا فيها، واللحم نفسه من جوه يبقى ليه طعم، ما تبقاش من فوق بس اللي ليها طعم واللحم نفسه ملهاش طعم، لا. وغير انها تبقى لها طعم، طبعا التتبيله هتخلي الفراخ معايا تستوي كويس جدا. طبعا لو هتعملي الفرخه قبلها بيوم هيكون احسن. طيب انا مستعجله، خلاص اعمليها ودخليها الفرن، هتبقى معاكي بردك رهيبه جدا جدا جدا. تمام. همسك بقى الفرخه بتاعتي وهدعكها بقى من جوه ومن بره ومن تحت الجلد ومن العظم، هدخل التتبيله من كل حته، ما اسيبش اي حته الا لما توصل فيها التتبيله الحلوه ديت. جربي التتبيله بنفس الطريقه ديت واوعدك هتاكلي فراخ زي بتاعت بره واحلى كمان. طبعا دعكت الفرخة كويس جدا من تحت الجلد وعند العظم، ودخلتها بين الفتحات اللي انا عاملاها بالسكينة. وهسيبها بقى ايه ساعة ساعتين، قبلها بيوم مستعجلة دخليها على طول. هضيف بقى عليها الزيت عشان ما حطيتش الزيت جوه التتبيلة، هضيف عليها الزيت من فوق. تمام. وهغطيها بورق زبدة وورق ألمونيوم، انا ما كانش عندي ورق زبدة فغطيتها بورق ايه ألمونيوم. هدخلها طبعا فرن سابق التسخين لمدة نص ساعة الأول، يعني هسيبها في الفرن نص ساعة بالورق الفويل. وبعد النص ساعة هحوش الورق الفويل وهسيبها ساعة الا ربع كمان علشان تنشف معايا وتكمل بقية السوا بتاعها.
بعد ما تطلع بقى هجيب فحمايه، تمام، واحط طبعا عليها شويه زيت عشان ايه الفراخ معايا تبقى بطعم ايه الشوي زي ما انتم شايفين كده. عملت بقى جنب الفرخه الحلوه المشويه دي ايه، عملت جنبيها محشي بتنجان وفلفل وشويه سلطه الطحينه طبعا ايه حلوين كده. اكله حلوه وخفيفه ولذيذه جدا من ايديك يا ست الكل، ربنا يحسن ما بين ايدك يا رب. واحب اشكركم كلكم ونجربوا الوصفه. انا هقطع لكم حته اوريكم الفراخ من جوه دايبه وطعمها زي الفل، طعمها حلو قوي بجد. اسيبكم كلكم يا حبايبي في حفظ الله، واشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده. مع السلامه.